السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ايش الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم وصفة كذا سريعة وحلوة ولذيذة، حلوة بعد يعني صلاة التراويح على كاسة شاي وكذا. كيكة برتقال بصوص البرتقال. كل الموضوع برتقال ببرتقال. بالنسبة لي هنا ممكن تسوون كيكة البرتقال يعني من الصفر، لكن أنا بما أنه معاي الباكت الجاهز فراح أصلحها يعني على طول، وراح أحطها في الفرن ونصب عليها الصوص. بسم الله نبدأ. أول شيء عندي البيض. أنا راح أكسره على واحدة واحدة بس عشان أتأكد إنه البيض سليم. اوكي شيء بالكيك جاهز انتم مصلحينه بالبيت. نخفق البيض لين يتغير لونه ويفتح وتطلع كذا روة، بعدين نضيف موية الباردة ونضيف الزيت، وبعدها نضيف الدقيق اللي عندنا هذا الجاهز. نبدأ نضيف الموية نحتاج هذا الكوب وشوي. لحظة خلينا نشوف، هذا 36. ضيفي شوي هذه الكمية. هذا الزيت. اوكي، تحريكة خفيفة مع بعض. اوكي خلاص، الحين نضيف الدقيق حقهم. وهنا بس ملاحظة، هنا عشان بس أزود نكهة البرتقال بالكيك راح أزيد بشر برتقال للخليط آخر شيء. هنا خلاص احنا خلطنا الخليط، نضيف عليه بشر برتقال، طبعا اختياري ولكن هذا الشيء يعزز نكهة الكيكة ويخليها نفس الكيكة اللي احنا مسوينها بالبيت بعصير البرتقال وبقشرة. خلاص بس كذا نحركها شوي الين في يعني ما ادري واضحة معكم ولا لا، في بعض الكتل هذه تجي من السكر بس تفك وخلاص نحطها بالقالب على الفرن. بعد ما تستوي الكيكة راح اوريكم الخلطة والصوص اللي هي اساس هذه الوصفة. نجي حبايبي لأهم حاجة اللي هي الصوص اللي راح تنحط على الكيكة. بسم الله. معانا نص أو أقل من النص، عموما هي عصير برتقالة كاملة. معاي هنا ملعقتين كبار حليب نستلة وملعقتين كبار قشطة، وراح نعطيهم مربع واحد جبنة، وراح نعطيهم شوي بالأخير عشان ما يمرر من بشر البرتقال، بس عشان يعزز لنا النكهة. نبدأ بسم الله. بسم الله. عموما أنا ما باقي عندي إلا 3 ملعق، خلاص بحطهم، ما راح تأثر القشطة. نضيف الحليب النسلة. طبعا الخلطة هذه بالأخير إذا حسينا إنه السكر ناقص فيها عادي يمدينا نضيف اللي هو السكر البودرة، أو عادي ممكن سكر حبوبات، بس أهم شيء إنكم شوي تحركونها عن النار عشان تذوب. أنا بعمري بحياتي ما عقدت نفسي في وصفة، يعني ما لقيت سكر بودرة عندي. ممكن أطحن، أخذ السكر العادي وأطحنه. إذا ما عندي عادي أحطه وأظل أحركه لين يذوب. بس في بعض الوصفات خصوصا مثلا زي البيتفور هذا ما يقبل إلا سكر بودرة منخول. وبكذا يكون معنا جاهز صوص البرتقال. خليته على النار، حركته، صفيته عشان لو في أي كتل أو حاجة عشان يطلع معي سلس بالأخير.
وأضفت عليه بشر البرتقال بالأخير. طبعا تقدرون تطبقون هذه الوصفة بالليمون نفس الشيء. فخليته يبرد وبعدين بدخله بالثلاجة عشان يتكثف شوي إلين تخلص الكيكة. زي ما انتم شايفين عندي هنا الكيكة خلاص جهزت وطلعت من الفرن، تركتها تبرد. الحين حاليا هي بردت شوي يعني دافية. فبقطعها وبنصب الصوص عليها ونقدمها. خلاص هنا قطعتها. طبعا هذه الكمية بحط عليها صوص، الكمية الثانية بتركها سادة للي يحبون ياكلون الكيك سادة. صراحة جربت منها قطعة طلعت مرة لذيذة ومي محتاجة انه حتى تضيفون لها اي شيء، بس هذا الصوص اكسترا. اوكي بسم الله. نرشها شوي بشر البرتقال مو الليمون. وراح اقطع برتقال احطها زينة على الوجه. طبعا هي كذا مي محتاجة اي حاجة، بس الباقي بحطه زينة. وبكذا زيناها وخلصنا. زينتها بالبرتقال بس يمكن مع الإضاءة مو باين، طالع لونها فاتح. وبكذا حبايبي نكون خلصنا فيديو اليوم. أتمنى أنه عجبكم. أنا أشوفكم فيديو ثاني ومع ألف ألف سلامة.